تطبيقا لقرارات اللجنة المركزية فيما يخص السكن، وضع الرئيس الشاذلي بن جديد في بداية شهر جانفي الحجر الأساسي لبناء 3 أحياء سكنية بالعاصمة تضم 10742 مسكن. وقبل أن يقوم الرئيس بوضع الحجر الأساسي، تابع عرضا مفصلا حول مجمل البرنامج السكني قدمه له مدير الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية. لا نقول بالنسبة لمرافق الحياة على حسب عدد السكان. نعم. كل ما يكبر العدد كل ما ضروري الإنسان يفكر في مرافق الحياة. يعني إذا كان باش يدير دروك على حسب عدد قداه العدد نتاع الحي هذا كله يجمع هذا السكن 4000 ايوه ديزون 7 35000 personnes. يا ترى المرافق الحياة اللي نديروهم يكفوا بال 35000 sont équilibrés en fonction de la population. 35000 راهي مدينة. مدينة مقر دائرة مثلا. في بعض الدول يقيموا حتى قال مثلا عدد السكان كذا واش نبني بالنسبة للخباز واش لازم مثلا بالنسبة كذا يعني نوع صيدلية وغيرها. قال في الحي لازم نبني نوري كل ايوه لانهم كنا اريتي تو لي زيكيبمون. لا هو في المستقبل لازم نعمل لي نورم ما نبقاش نبني بالفوضى برك. شكرا. مالا 3 سنين نرجعوا هنا نسيبوا الناس بدات تسكن ان شاء الله. يعني كلمه نكتب ربي ولا نعلقهم في السماء ربي يسهلها. ولكن لازم نحركوا شويه احنا. لا تحركنا كذا ما نعاوناش كي يكونوا راقدين احنا. صح هذاك قال خير. وبالإضافة إلى 10742 مسكن، تضم هذه الأحياء الثلاثة عدة مرافق أخرى كالمتوسطات والثانويات والمدارس الابتدائية والعيادات المتعددة الخدمات والمستوصفات ومركبات رياضية وشبكات لتوزيع المياه الصالحة للشرب. الساعة النهاية والجزء الأول تاع البناء هو هذا. الحي الأول هذا المشروع كان لا كاباسيتي توتال حتى 7000. وحنا دينا في هذا الوقت عندها مشروع 4240 مسكن. في 4240 مسكن عندنا 2540 لي زادمينستراسيون سونترال و700 لي زاندستري. ومما جاء في الوثيقة التذكارية التي وضعها الرئيس الشاذلي بن جديد تحت الحجر الأساسي ما يلي: إن الاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطن هي شغلنا الشاغل، وضمان مسكن لكل أسرة هو هدف نعمل من أجل تحقيقه في حدود إمكانيات البلاد المادية والتقنية. وقال أيضا أن حل قضية السكن تتطلب نظرة شاملة يكون هدفها تلبية الحاجة المادية والاجتماعية والثقافية للمواطن. وأضاف أنه يجب أن نتجه نحو تمليك المساكن، وهذا من أجل مساهمة الأسرة في صيانة المساكن وتشجيع الادخار الذي هو ضرورة لشراء المساكن. إن النظرة الشاملة لقضية السكن يجب أن تستهدف خلق حياة اجتماعية خصبة وروابط إنسانية متينة، والقضاء على الروح الفردية والنزعات الانعزالية. ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار التوزيع البشري للسكان بالنسبة لأماكن عملهم للمساهمة جزئيا في حل مشكل النقل العمومي.